MBS. يو يو يو، ختموك على قفاك يا بيبي، ختموك على قفاك في الامارات. شيطان العرب، بربور العرب المدلدل، ضحك عليك، قعدك على الخابور مظبوط كده، خد منك 4 جزر. الحقيقه غير اسفين عليك. ان شاء الله يا رب يشلحوك اللباس اللي انت لابسه. انا فرحانه جدا، كلنا فرحانين. يعني منى تشعر بالشماتة ومعاها 120 مليون مصري، وجايز باقي مواطنين الوطن العربي، لان انت مكروه زيك زي السيسي الجربوع بالظبط. قلت لك قبل كده ان كل واحد حط ايده على المصريين او ساهم في ظلمهم او في اراقه دمهم او سرقه اراضيهم بتصيبه لعنه رهيبه جدا. قلت لك الكلام ده في كام فيديو كده، وانت تقريبا ما سمعتش كلامي، صح؟ دي حقيقه سبحان الله. صابتك لعنه الدماء البريئه، صابتك لعنه الفراعنه. ارض مصر حرام على غير المصريين. اي حد بيحط ايده على ارض شبر واحد من ارض مصر بتصيبه لعنه لغايه ما يتشلوح ويبقى مكانه مش معانا هنا، يبقى مكانه فوق. وانت شكل مكانك فوق وقرب قوي. سبحان الله سبحان الله، يعني ده احساس من جوه قلبي. محمد بن زايد ضربك على قفاك واخد منك 4 جزر زي ما انت ضربت المصريين على قفاهم يا ابن الحرام، وسرقت من الجاسوس الاسرائيلي عبد الفتاح ابن امه ابن بائعه الهوى شرموط الجمهوريه تيران وصنافير، وقدامهم سرقت قدامهم 1000 كيلو من سينا، وسرقت جنبهم راس جميله وكله برخص التراب. شوف سبحان الله، سرقوا منك 4 جزر وسموه الياسات الكبرى والياسات الصغرى، وقالوا لك اللي عندك اعمله، اللي عندك اعمله. صابتك لعنه الفراعنه، ولسه لما الفراعنه يمسكوك بايديهم وربنا يملكهم منك هتشوف هيعملوا فيك ايه، هتشوف هيعملوا فيك ايه ان شاء الله باذن الله. نهايتك انت والسيسي وكل المجرمين اللي اوغلوا في دماء الابرياء، وكل المجرمين اللي عمالين ينكلوا بعلماء المسلمين ويسجنوا في الابرياء ويسجنوا في الناس وينكلوا بالنشطاء ويبيعوا في اراضي بلادهم ويسرقوا اراضي بلاد الغير. نهايتهم بتكون نهايه في منتهى التعاسه. وانت يعني انا سمعت والله اعلم ان في 3 محاولات لشلوحتك ونجيت منهم، بس يا عالم بقى هتنجو من الرابعه ولا 3 جلوا واحده هتيجي في الجون، محدش عارف. God knows الحقيقه. لكن انا بقول لك لعنه الفراعنه وحشه قوي.